انقذوا عيالكم. اللي جاي اتكلم فيه النهارده ده يا جماعه لوجه الله، صدقوني ما انا مستفيد شيء من اللي هقوله. في مواقع مراهنات، مش هينفع اقول اسمها، هي معروفه جدا يا جماعه، ابعدوا عيالكم عنها. الولد من دول بيخش يحط في الابليكيشن 120 جنيه، يجي يرجع له 1000، يرجع له 1000 ونص، يرجع له 2000، يخش السلسله يخسر كل فلوسه. سيبك من اي حاجه، مش هقول لك اي حاجه، ده حرام، ده حرام، مسلم مسيحي حرام، ده حرام. المراهنات حرام، شغلك على الابليكيشن ده حرام، ده مش حاجه تفتخر بيها. وانا كسبت النهارده كذا وبكره كسبت كذا. جريك ورا الربح السريع غلط، غلط. كسب السريع غلط، ده بيطمعك عشان بعد كده تخسر فلوس. وياما ناس ده خسر فلوسها، وياما ناس دخلت الفلوس الحرام دي على فلوسها خسر كل حاجه. صدقني صدقني صدقني، انا واحد جايب مش كسبان شيء، انا جاي بنصحك يا جماعه. اولادنا اللي 12 سنه و13 سنه و15 سنه و17 سنه على القهاوي خاربين الدنيا على الابلكيشنات دي، خسرانين كل فلوسهم ومستلفين. ده في ناس مستلفه وخسرانه فلوسها. يا جماعه الموضوع ده ادمان، ادمان ما بين شبابنا متدمرين بالموضوع ده. فعلا فعلا يخشوا يراهنوا على الماتشات، ماتش كذا وماتش كذا، مراهنات واصله اللي هو بيخش يتوقع نتيجه الماتش، يتوقع مين اللي هيجيب الاجوان ويحط فلوس في كل ده ويكسب فلوس، ويجي في مره ومخسران كل حاجه. يطمعك 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 ويكسبك كام مره في الاول، بعد كده تخسر. ومهما كنت شاطر، الفلوس اللي بتاخدها من ورا التطبيقات دي ومن ورا الحاجات دي حرام، حرام. هتخسر حاجات كتير جدا، اولهم احترامك لنفسك ودينك. سواء مسلم مسيحي، اللي انت بتعمله ده حرام في اي دين. المراهنات حرام. انقذوا ولادكم وتابعوا ولادكم وشوفوا الفلوس اللي معاهم، لو معاهم فلوس زياده، معاهم اي حاجه، اكدوا معاهم. تابعوا عيالكم وتاكدوا ان هم على موبايلاتهم مفيش التطبيقات بتاعه المراهنات دي. ليه؟ لان شبابنا كتير جدا كتير جدا تم استغلالهم في الموضوع ده. فكره الربح السريع والكسب السريع والحاجات دي مخليه الشباب والمراهنات وبتاع، وفكره ان انت بتراهن وتطلع صح وتراهن وتاخد فلوس كمان وتكسب فلوس، مخليه الشباب بتجري مجنونه مش مركزين. هو اللي بيعمله ده صح ولا غلط؟ محدش معرفه الصح من الغلط. ده حرام وده مش صح. انقذوا شبابنا من المراهنات ودفع فلوسهم في المراهنات. اللهم بلغت، وانا ده بعمله لوجه الله، انا مش مستفيد شيء من الموضوع. بعد اذنكم، في كتير يوتيوبرز وكتير صناع محتوى رفضوا يعملوا اعلانات للمواقع المراهنات دي، وفي للاسف اللي بيوافق يعمل اعلانات للمواقع دي. بعد اذنكم تابعوا اولادكم وشوفوا موبايلاتهم عليها الابلكيشنات والمواقع دي ولا لا، والفلوس اللي معاهم بيكسبوها ازاي او دخل لهم فلوس منين. تابعوا اولادكم وربنا يحافظ علينا جميعا.